هدف لمثله مشاهدينا هي نتيجة المباراة الثانية للمنتخب المغربي أمام الكونغو الديمقراطية. كما أشرنا المنتخب المغربي لم يكن جيدا في هذا الشوط الثاني، ولتحليله رحب من جديد بالكباتن. كابتن يوسف، كابتن محمد، لم يقدم المنتخب المغربي ما يشفع له في هذا الشوط الثاني. بعض الأحيان حتى التعادل جيد في ظل الظروف وفي ظل كما قلنا الأجواء اللي كان فيها المباراة، وكذلك الشوط الثاني لم نقدم أي شيء. يمكن الكونغو كان أفضل من خلال المحاولات، خلق عدة محاولات الشوط الثاني. نحن رغم التغييرات لم يعني نصل إلى مرمى، لم نخلق فرص كثيرة خصوصا في الشوط الثاني. يمكن لعبنا 25 دقيقة الشوط الأول، وتحت لنا يمكن فرصة 3 فرص الشوط الأول كان ممكن نسجل. وهذا هو المشكل احنا اللي نعاني منه دائما. نقول دائما انه في مثل هذه المباريات ومثل هذه البطولات امين يجب استغلال الفرص. لو سجل النصيري على الاقل هدف كنا نرتاح، يرتبك المنتخب الكونغولي، نرتاح احسن ما ندخلش معهم في هذه الاشياء، لانهم عندما سجلوا هدف اصبحوا اكثر سيطره، اكثر شراسه، بدنيا كانوا افضل، الثنائيات فازوا في كل الثنائيات. احنا دخلنا معهم في نفس النسق او السياق، وهي دائما التدخلات، وبعض الأحيان كانت ضيعنا الكرة بشكل كثير، وكنا دائما نريد الذهاب إلى الأمام. في لحظة كنا احنا متفوقين تقريبا نصف ساعة الأولى من الشوط الثاني، كان المفروض نكون أكثر هدوء. أهم شيء احنا نعرف أن الجو لا يساعد، الرطوبة والحرارة، نمسك الكرة أقل شيء، نمسك الكرة، نمشي الكرة. احنا لا، ما عندناش هذا الوقت التوقيت أن نمسك الكرة ونقتل الإيقاع وننزل الإيقاع، لأنهم كانوا في وقت من الأوقات مسيطرين ويريدون تسجيل التعادل. لا، احنا بدينا نلعب معهم نفس الشيء، نريد الذهاب إلى الأمام. كنا دائما نخسر الكرة ثم تعود علينا الهجمة، لكن كما قلت هي فيها أشياء كثيرة نتعلم منها. أهم شيء كما قلت الحمد لله أنه ربحنا نقطة، أننا عندنا 4 نقاط، حقوق تلفزية وإلى ما غير ذلك، ولكن يجب أن نفكر كذلك في صحة اللاعبين، لأنه بكل صراحة قد يكون هذا خطيرا جدا في بعض الأحيان. بالتأكيد دون كرة قدم لن يكون هناك مشاهدة حتى أو حقوق، لذلك يجب أن نهتم باللاعبين أولا. على كل حال يجب أن أهنئ كذلك كل المنتخبات التي لعبت في مثل هذا التوقيت. الأمر ليس سهلا بالمرة صدقوني، ولكن الأمر مشابه بالنسبة للفريقين. بداية جيدة للمباراة، نحن تمت مجازاتنا بالتأكيد بهدف مبكر، وبعد ذلك ومع مرور الوقت في المباراة بكل بساطة لم نكن أقوياء أو جيدين بما فيه الكفاية بالنسبة لمهاراتنا، وهم استغلوا ذلك عندما أتت فرصتهم. إذن التعادل منطقي، لا يمكن أن نلوم إلا أنفسنا. هذا جيد، هذا سيجعلنا نضع أرجلنا على الأرض ونعود ونراجع أنفسنا. هذه كرة القدم. لم تسر الأمور كما أردتم الآن، يجب أن تبحثوا عن الترشح أمام زامبيا. بالتأكيد نعم، أظن أنه رغم ذلك لدينا وضعية جيدة جدا، لدينا مباراة الترشح مؤكد نوعا ما، لذلك هذه هي كرة القدم. على كل حال ليس كل شيء سهلا، وهناك صعوبات في بعض الأحيان، واليوم كانت مباراة معقدة ونحن حصلنا على النقطة. يجب أن نسترجع طاقتنا الآن ونرتاح ونجهز المباراة القادمة. شكرا. كان هذا تصريح القائد غانم سيس بعد التعادل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، تعادل نعتبره مخيب للأمال بالنسبة للمنتخب المغربي الذي كان يمني النفس بحسم التأهل مبكرا وإراحة ركائز الفريق أمام منتخب زامبيا. نتمنى حظ موفق لوصول إلى في المباراة القادمة من أجل حسم التأهل. شكرا لك مهدي فودي. كابتن محمد تريكة، استمعت لما قاله رومان سيس، تحدث أول شيء عن حالة الطقس، عن إقامة مباريات في هذا التوقيت وربما صحة اللاعبين، واعترف أن المنتخب المغربي لم يكن على قدر التطلعات على الأقل في الشوط الثاني. بس كويس أنت ما خسرتش، وأنت مش كويس قوي بس ما خسرتش. 4 نقاط بنسبة كبيرة، أنت ضامن التأهل للدور القادم، ولعله خير، لأن ممكن في 6 نقاط تفكر ان انت الامور خلصت وتخرج اللعيبه من فورمه البطولات، حاجه مهمه قوي بيقع فيها معظم المنتخبات. لكن كذلك تعطي فرصه لمن لم يلعبوا للدخول في الجو، اراحه الاساسيين. هجيلك يا امين للنقطه دي. الفاصل ما بين المباراه الاخيره ودور ال16، المباراه الثانيه والدور ال16 10 ايام. 10 ايام. فالمباراه الثالثه في بعض المدربين اللي يكسب اول مباراتين 6 نقاط يقول لك اريح معظم الاساسيين ولاعب اللي ما شاركش حاسب.
لان في جو البطوله وفورمه البطوله والتشكيله الاساسيه بتاعتك. انا مع اللي معاه انذار تريحه في المباراه الثانيه لو خدت ال6 نقاط، فلعل وعسى التعادل ده يخليك بتركيزك وما تخرجش بره فورمه البطوله وفورمه اللعيبه الاساسيه. انا معاك ان الجو صعب والظروف صعبه. ايه اللي حصل؟ التراجع البدني ده محتاج تنظيم اكتر، الخطوط بتاعتك تبقى متقاربه اكتر، وده ما حصلش الشوط الثاني. ال3 خطوط بتوع منتخب المغرب بعاد عن بعض، وخاصه وسط الملعب بعاد عن خط الدفاع. الزلزولي بعيد عن شيبي، المساحه دي استغلوها كويس. فعالج اخطائك والمباراه الثالثه تكسبها، توصل بنسبه كبيره متصدر. خلي بالك لما متصدر هذه المجموعه الطريق بتاعه في الادوار اللي جايه اسهل، وهيديله يومين زياده في الراحه، فتسهل مأموريتك. المباراه الثالثه عندكم ان شاء الله الامكانيات والجوده والخبرات اللي تخليكم تكسبوا الزمن ان شاء الله. سعود اليك كابتن يوسف. لنستمع مشاهدينا الان لما قاله مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. مرحبا مجددا امين الى جانب مدرب منتخب اسود الاطلس وليد الركراكي. كوتش وليد، ريزولتا سيد المدرب، النتيجه محبطه ليس كذلك؟ انتم تقدمتم في المباراه منذ بدايتها ولكن لم تتمكنوا من ترجمه الفرص التي اتت بعد ذلك. كان الامر معقد امام الكونغو الديمقراطيه في ظروف صعبه. نعم، نظرا لمجريات هذه المباراه بالتاكيد كان لدينا كره انهاء المباراه، ولكن اعتدلت المباراه في الشوط الثاني وهم حصلوا على فرص وسجلوا هدف التعديل. هذا كان منطقيا. قمنا تغييرات في النهاية، ولكن في بعض الأحيان عندما لا تكون جيد يجب أن ترضى بالنتيجة. ونظرا للتوقيت ونظرا للحرارة بكل صراحة أطلب الكثير من اللاعبين لو قلت لهم يجب أن تكونوا أفضل فنيا أو جسديا. قدموا كل المستطاع وتأقلموا قدر المستطاع. سوف نتعلم من هذه المباراة كي نتأقلم مع مثل هذا التوقيت اللعب. وفي المباريات القادمة بالنسبة لي الأهم الآن نحن قضينا مباراة هذه الساعة، الآن سنلعب كرة قدم حقيقية في توقيتنا عادي في المرة القادمة أمام زامبيا. مباراة مهمة، لدينا 4 نقاط وفارق 3 أهداف إضافية. إذا نعم، نحن سوف نحاول أن نفوز في هذه المباراة، أن نترشح. يجب أن نترشح، هذه منافسة طويلة ككأس العالم، يجب أن تمر في مرحلة المجموعات ثم تأتي إلى الإقصاء المباشر دون ضغط. لدينا إيمان بأنفسنا. ولو تخوازيام ماتش. إذا كان هذا تصريح مدرب منتخب أسود الأطلس وليد الركراكي بعد التعادل إن صح القول مخيب للأمال بالنسبة لأسود الأطلس. عودة إليك أمين في الاستوديو. شكرا جزيلا لك مهدي فودي. هو مخيب الامل بالنظر الى ما كنا ننتظره، لكن هو تعادل بطعم الانتصار. 4 نقاط تجعلك مرشحا لتجاوز دور المجموعات، لكن كما قلت الكل كان يطمح في هذا الانتصار الثاني على التوالي، ربما للحفاظ على كبرياء الكرة العربية بما أن كل المنتخبات لم تفز. طيب، وليد الركراكي أمام مهمة ما يسمى بالاستشفاء الذهني، أن يعود باللاعبين إلى الأرض. الاستشفاء الذهني والبدني في نفس الوقت. صحيح انه قال، انا عجبني تصريح صراحه سايس قال الظروف صحيح أنا صعبه، لكن كان صعبه حتى على الفريقين الاثنين مع بعض، لكن قال انه شيء انه ربما كما قلت يعودون الى الارض ويفكرون في الاخطاء، وكذلك ان البطوله ليست بطوله سهله، هناك منافسين اقوياء. للذهاب بعيدا في مثل البطولات تحتاج الى أشياء، تصلح أشياء أخرى وإلى تضحيات أخرى وإلى جهد آخر وإلى أشياء كثيرة، وبالتالي عنده كل الإمكانيات الآن. عنده مباراة، عنده 4 نقاط الآن، ليست هناك مباراة مقبلة. كما قلت بعض الأحيان أمين توقيت الهدف المبكر إما يعطيك ثقة أكثر أنك تزيد تسجل أهداف وتقدم مستوى أفضل وتقتل المباراة، أو يخليك أنك تتراجع. أول شيء أنا شاهدنا لما سجلنا الهدف الأول أصبح بعض يعني تراخي من بعض اللاعبين، كان هناك إحساس بأن المباراة ربما ستكون سهلة. أعطانا العديد من الفرص. مثل هذه المباريات عندك فرصتين لازم تسجل أكثر عدد من الأهداف، 2 3 أهداف تقتل المباراة، حتى المنافس معنوياته يعني تنهار. وبالتالي هي درس كما قلت، درس للاعبين، درس للمدرب كذلك، انه يتعلم اشياء كثيره في افريقيا، ليست هي كاس العالم، لكن كما قلت احنا كلنا ثقه في هذا المنتخب، في اللاعبين وفي المدرب، وهناك ان شاء الله الخير يكون قادم ان شاء الله، واكيد ستكون ردة فعل احسن في المباريات المقبله ان شاء الله. اهم كما قلت في مثل هذه المنافسات مجمعة وهو كيفية تجميع النقاط، والأصعب كما قلت دائما وهو التأهل للدور الثاني. كما قال محمد، اللواء صدارة المجموعة مهم جدا، أنا يعطيك أولوية أنك
تواجه ثاني المجموعات أو ثالث المجموعات الأخرى، وتكون عندك طريق ممتد لكي تصل إلى أبعد نقطة في هذه المنافسة. ولا ننسى أيضا أن المنتخب الزامبي ليس بالمنتخب السهل، تمكن من كسب نقطة من أمام المنتخب الأنغولي. ما المطلوب من المدرب، جهاز طبي، من اللاعبين أيضا في هذه الأيام غير الراحة، استفادة من دروس، إعادة متابعة هذه المباراة؟ المركزين اللي عليهم كلام الباك الشمال وأحيانا المهاجم. هو عنده ثقة في النصير فهيلاعب. الباك الشمال محتاجة شوية، ممكن عطية الله في الجاهزية ممكن يبقى له دور. غير كده الأمور مميزة. دفاعيا عنده 4 مدافعين. أو ربما مزراوي ممكن أن يعود في المباراة الثالثة. أنا خليه ما أخدش ريسك معاه في الماتش الثالث، خليه اديله وقت. مين الأجز؟ عطية الله ناحية الشمال ممكن إضافة بالنسبة له. الأمور غير كده دفاعيا في أخطاء، إنما هم منظمين من ناحية دفاعية معظم الوقت. خلي بالك يا أمين على الورق الكونغو أصعب من زامبيا. الكونغو أصعب من زامبيا، أقوى، أسرع، أكثر تنظيم. زامبيا لا مختلفة. على الورق ده أنتوا عديتوا الصعب بال4 نقاط. ديروا المباراة الثالثة صح مع الحسم قدام المرمى، قلل أخطائك من الناحية الدفاعية. إن شاء الله الأمور في الصدارة بالنسبة للمنتخب المغربي، والأدوار القادمة هتبقى أفضل بالنسبة للمنتخب المغربي إن شاء الله. نتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي في هذه المباراة الثالثة التي ستجمعه في توقيت أفضل بطبيعة الحال أمام المنتخب الزامبي. أنتوا سبتوا شيبو لوحده، شيبي سبتوه لوحده. شيء سايبني أنا لوحدي. شيبي سبتوه واحد ناحية الشمال، ما سندتهوش المسانده، ولا سايس وراه ولا عبد الصمد الزلزولي قدامه، فكشفتوه. هو نوعا ما في التمركز هي مش عدلته، هو ما بيلعبش ظهير ايسر، صحيح، هو ناحيه اليمين، فلازم ما تبقى نقاط ضعفه في التمركز تحموه. لا انتوا كشفتوه، الجول جه كده، الجول تمركزه سيء في المساحه اللي وراه. إليا ناحيه اليمين شاف دي سابر ان هو نوعا ما سريع، فيلعب الكره من وراه وبعد كده تيجي المسانده من الناحيه الهجوميه. حتى اذا لاحظنا الهدف كان هناك فراغ في وسط الميدان الدفاعي. اتاخروا شويه الادوار بتاع الدفاعيه، سابوا مرابط لوحده، لكن قدم مباراه كبيره اليوم. مرابط ايوه صح. برايكم ما احسن لاعب في انتظار ان نعرف المعلومه من الشباب؟ انا اشوف اكرد او مرابط، ولكن اكيد هيعطوها الحكيم لانه بحكم انه سجل هدف حتى هو قدم مباراه كبيره. بالترتيب اكرد بالترتيب بالنسبه لي حكيمي، نايف، مرابط، 3، وربما تمنح لحكيمي باعتبار أنه سجل الهدف الوحيد للمنتخب المغربي. سنتحول الآن مشاهدينا إلى المغرب وأولى ردود الأفعال من هناك مع الأخضر النوالي. أهلا بك الأخضر، تفضل الكلمة لك. اهلا وسهلا زميلي امين. فيما يخص ردود الفعل هنا في هذه المحطة وهذا التجمع الجماهيري، فحقيقة عاشت الجماهير هنا عذابا كبيرا في الشوط الثاني، وبالخصوص يعني في اللحظات الأخيرة من هذه المباراة. وإلى ردود الفعل مباشرة، حيث تجمع اليوم جمهور كبير. مرحبا عائلة. مرحبا أخي الأخضر. صراحة النتيجة كانت مخيبة للأمل لبعض الجماهير المغربية نتيجة العامل الزمني التي أقيمت فيه المباراة. نعلم جميعا الرطوبة والحرارة المفرطة، لكن الشعب المغربي والجمهور المغربي العالمي كله ثقة في كتيبة وليد الركراكي إن شاء الله للفوز في المباراة الثالثة أمام زامبيا التي ستقام إن شاء الله في المساء. نعم. ويمر المغرب إن شاء الله كأول المجموعة إن شاء الله. حضرت معك الزوجة اليوم، أنت من عائلة؟ نعم، عائلة الجو رشيد مدينة المحمدية. إذا نشوفوا الرأي ديال الزوجة، إذا ردود الفعل كذلك بلون النسوة. الحمد لله المنتخب ديالنا حمرني الوجه، وكنتمناو ليه ان شاء الله نتمناو ان شاء الله الاربعاء ان شاء الله يكون الفوز، وكانت النتيجه مرضيه، وكنتمناو لهم ان شاء الله التوفيق. اذا امين، هكذا الجمهور هنا يعني يتمنى ان تصحح بعض الامور في المباريات، مباراه المنتخب المغربي امام زامبيا التي ستكون حاسمه في العديد من الاشياء. عوده اليك امين. الأخضر النوالي من الدار البيضاء، شكرا جزيلا لك. ننوه مشاهدينا أن أفضل لاعب في هذه المباراة تم اختياره هو سيلاس كاتومبا الذي سجل الهدف الثاني أو الهدف تعادل للمنتخب الكونغولي، ونتابعه على السطح. طيب، كان من المفروض المغرب
بلاعبيه بإمكانياته بترشيحات الكثيرين له أن يقوم على الأقل بردة فعل بعد تسجيل الهدف، لم نشاهدها في الظروف هذه صعبة أمين. يعني الظرف المغربي تأثر كثير، تأثر بالرطوبة أكثر، لأنه الرطوبة يمكن الحرارة لا، لكن الرطوبة لما تكون الرطوبة شاهدنا العديد من اللاعبين تقريبا لعبوا 50% فقط من إمكانياتهم. شفت زياد، شفنا كذلك أناحي، شفنا العديد من اللاعبين، الصيري كذلك، العديد من اللاعبين. لكن كما قلت هم دائما احنا عندنا ثقة كبيرة في اللاعبين في الفريق. هي نقطة جيدة بالنسبة لي أنا، النقطة ليست بالسيئة في ظل الظروف وفي ظل لكن الانتصار كان ليكون افضل حفاظا على الثقه، على معنويات رابع العالم. انتصار كان يكون افضل لو خلقنا فرص وضيعنا فرص اكثر، لكن ما ننساش انهم اضاعوا فرص اكثر منا في الشوط الثاني، كانت تقريبا 3-4 فرص ممكن نسجلوا وضيع ضربه جزاء. يعني في المباراة نشوف أنا على الفرص اللي ضيعنا والفرص اللي ضيعها منتخب الكونغو، وفي الظروف هذه أظن أنها نقطة جد إيجابية. نقطة إيجابية للمنتخب المغربي في انتظار الجولة الثالثة، ومباراة ستكون أيضا مهمة وحاسمة أمام المنتخب الزامبي.